لذلك يلزم المرء الحذر مع الخلق جميعا. القطب رحمه الله يحكي في 17 من شرح النيل، هكذا إن لم تخن الذاكرة، عن ملك جبار أنه مر على شاطئ البحر بصياد يصطاد سمكا، وذاك الصياد ذاك يبيع يتاجر في السمك، فقال الملك الجبار هذا لجنوده خذوا هذا السمك. فالفقير قال هذا رزقي وبه يعني أقتات على نفسي وعيالي. فقال الملك لا تراجعني، فانتزع عنه ذاك السمك، وكان في الصنارة سمكة متعلقة، قالوا هذه بعد بناخذها عنك، فانتزعها فجرحته الصنارة الصبع، هذا الصبع الصغير، ثم انطلق. هذا الجرح ذا أهمله الملك فتضاعف وجعه حتى أصبح بعد ذلك ما يستطيع النوم، فلجأ إلى الطبيب قال لا، يجب أن يقطع أصبعك. وماشي علاج ثاني قال أبدا، فقطعوا الأصبع. بعد مدة أحس بوجع في قبضته في كفه، فذهب إلى الطبيب قال المرض انتقل من أصبعك إلى يدك، والحال قال تقطع الكف، فقطعوا الكف، ثم أصابه الوجع في ساعده في ذراعه، فلجأ إلى الطبيب قال يجب أن تقطع الذراع لأنها أصابها المرض، ثم قطعت اليد كلها. ثم نصحه ناصح قال بعيدا عن الطب والأطباء، هذا الذي فيك دعوة مظلوم، هذا الذي يصيبك ذا دعوة مظلوم، فعليك أن تحاسب نفسك قبل هذه الحادثة ما الذي فعلته. راجع حساباته فتذكر من الصياد السمك، وذهب من فوره يبحث عن الصياد فوجده في حله الصاد، وجاء بيد واحدة، يد واحدة، ونظر الصياد إليه متعجبا من قدرة الله، مستعظما هذا الشيء الذي وقع لهذا.